بيبدأ الفيلم بحمادة صغير كده اسمه ماكس بيلعب على اللابتوب ومبسوط قوي بالأداء بتاعه، وبيقوم يحط حبل على الباب علشان لو اتفتح يعرف. وبالفعل بابا بيفتح وبيقول له أنا مسافر، اوعى تلمس الطيارة بتاعتي. قال له حاضر يا بابا، اتكل على الله. قال له مش هتسلم عليا؟ قال له ما ينفعش أقوم دلوقتي، لما تيجي هسلم عليك مرتين. راح الأب ضحك وقال له يا كبرت وبقيت راجل، أنا عايزك تشرفني. طبعا أنت عندك دلوقتي لعبة جديدة، أنت عارف دي احسن لعبة على مدار العمر كله. وبنشوفهم قاعدين بالليل وبيتفقوا يروحوا مكان علشان يعملوا فيه سكيت، وبيقولوا ده مكان وحش وفيه مخدرات. لكن ماكس بيقول احنا في سنة 6 خلصانة، هنستنى ايه علشان نروح هناك. وبنشوف بريكسلي البنت اللي ماكس بيكراش عليها، وهو في نفسه بيقول حبيتها كده زي ما هي، ضحكتها مش ضحكة عادية. وبيروحوا فعلا مكان التزلج والولاد بيتكلموا، وماكس مع نفسه وعمال يقول قاتلتي ترقص حافية القدمين. وبتنده تيلور لماكس وبتقول له الناس بتقول انك عملت عقد لبريكسلي. قال لها انا ما بتكلمش على اعمالي الفنية قبل ما تنتهي، وعسوي جدا في نفسه. ولوكاس عرف ان في لازانيا وملوخية على العشاء، قال لهم طب سلام يا شباب، باين الدنيا بتضحك لي. وبيجي لهم اروش اطفال، والشبح بتاعهم اتكوس بيقول الراجل فيكم يجي معانا، وبيطلع ازازة بيرة وبيقول يلا عايزينها كحولة. وصور بيمسك الازازة وبيقول ده انا عندي امتحان موسيقى، وبيعملوا تحليل بيرة، خليني مرة تانية. وبيقولوا له يا اختي كاميلا القلنا النونة خايف، وبيسموه بزازة. وبنرجع للوكاس وبنعرف ان باباه ومامته هيتطلقوا. وتاني يوم وهم في الكافيتيريا بتاعة المدرسة بينده ابو موتة بتاعهم على ماكس وبيقوله سمعت انك شربت بيرة. وماكس بيقوله دي اقل حاجة عندي. قال له انا عامل حفلة عندي بكرة وهيبقى فيها بوس، جاي ولا الدور الجاي؟ قال له لو هاجي لازم صحابي يجوا معايا. وراح ماكس قال لاصحابه احنا معزومين على حفلة بكرة وهيكون فيها بوس، حد فيكم بيعرف يبوس؟ ونلاقي الولاد بيسألوا جوجل عم الكل اللي عارف كل حاجة. وكالعادة وداهم حتة تانية خالص، ودخلوا على أفلام ثقافية ولقوا الناس مركزة في صلب الموضوع ومفيش بوس. وبيقول سور بابا عنده عروسة ممكن نتعلم عليها البوس. وداخل ماكس عليها واصحابي بيقولوا له يا ابني ما ينفعش تدخل كده على طول، تخيل انها بريكسلي. وبيدخل بيجامة قصدي لوكاس يعمل معاه جو، وبيقول له معكش البنا دكر نفسها تبقى انتية؟ وبيرد ماكس وبيقول له سفلة. وبس العروسة وبيقول ايه ده، احنا هبل يا جدعان، لازم نشوف ناس حقيقية بتبوس. وهنا بنعرف قيمة الافلام الابيض والاسود اللي كانت لازم تنتهي ببوسة. وبيروحوا يجيبوا طيارة بابا ماكس اللي فيها كاميرا علشان يشوفوا الجيران وهما بيبوسوا بعض. وبيقف اصحابه وراه زي فيلم طلعولي بره، وابو الخير بيقول له هتفقد ثقة ابوك لو اخدت الطيارة. وسور الصاوي بيقول له عيب قوي يا ابوك يحط الطيارة قدامك ويمنعك تستخدمها، وبعدين شكلك قدام البت ايه وانت ما بتعرفش تبوس. وبيشغلوا الطيارة والبنات بتشوف الطيارة وبتقول ده حد بيتجسس علينا. والولاد عمالين يتخانقوا مين اللي يسوق الطيارة، يا تافه منك ليه. والبنت بتصطاد الطيارة، وابو الخير لوكاس بيقول احنا نروح نعتذر. وبيروحوا وبيخرجوا من غير الطيارة. بس الواد سور ابن الجنية راح سارق شنطة البنت وهو خارج، ولقوا فيها تليفونها وتنبون. واحد منهم بيسأل بتاع ايه ده، فرد مكسبه العريف وقال دي بيحطوها علشان يمنعوا الأطفال تنزل منهم. ولقوا حاجات تانية حتى علبة الصراصير. وبتتصل البنت بيهم وبيقول لها ماكس قابليني بكرة الساعة 7:30 عند الكبرتاج. وبيتقابلوا تاني يوم والبنت بتقول لهم يلا ياض انت وهو انا عايزة اصطبح هاتولي المولي. والولاد بيحاولوا يشوفوا خطة ياخدوا بيها الطيارة ويحموا بيها المجتمع من اضرار المخدرات. وبيقولوا لهم انتوا ما شفتوش اعلانات مو صلاح انت اقوى من المخدرات؟ قالوا لهم لا، احنا اقوى من محمد صلاح. واثناء ما بيتكلموا ماكس بيروح مشغل الطيارة وبيجروا وراها وهم في غاية الفرح. وبتروح هوب لابسة في اتوبيس ومتدشملة، وبيبصوا يلاقوا البنات واقفين عند المدرسة مستنيينهم. وبيروح لوكاس منادي على الفرقة اللي بتحمي الطلبة من التنمر علشان يعرفوا يدخلوا المدرسة. وبيدخلوا المدرسة فعلا وبيلاقوا صورتهم نزلت على النت وصور مكتوب عليه بزازة. وماكس بيقول ابويا راجع على 5 ولو ما جبتش طيارة جديدة هتعاقب. ولوكاس قال له لا يبقى في حفلة ولا بوس ولا ست. وبيتفقوا يشتروا طيارة جديدة وبيرقصوا رقصة البطة. وبيروحوا بيت سور وبيجي واحد علشان يشتري بطاقة ألعاب منهم، لكن لوكاس بيرجع في كلامه. والراجل بيعرض عليهم يشتري العروسة وبيشتريها فعلا. وبياخدوا طريقهم علشان يشتروا الطيارة.
وبيطاردهم البنتين اللي بيعرفوا هما فين عن طريق تتبع التليفون بتاع البنت، وبتجري وراهم واحدة منهم لحد ما بيقابلوا أمن، وبيقولوا له الحقنا الست دي بتتحمرش بينا واحنا أطفال عائلات محترمات. وبتجري البنت وبيدخلوا سوبر ماركت، وبيدخل شرطي ولوكاس بيتخض، وماكس بيقول له اتصرف طبيعي وخليك لذيذ ورايق. راح الولد ضاحك وقال له طبيعي يا شيتوس يخرب بيتك. والشرطي بيبص لهم، راح لوكاس قال له احنا زوغنا من المدرسة، انت هتحبسنا؟ قال له لا. شوية خرج سور ومكمر ازازة بيرة، راح الشرطي قال له اقلع البنطلون يا سيد امك. مفيش ثواني وراح لوكاس قال له انا معايا مخدرات. الشرطي فيل لايك يا ابني زق معايا اليوم، وبياخد منه العلبة وبيقول له يلا يا شاطر دي مكملات غذائية. وبيخرجوا وبيرموا بعينيهم بيشوفوا المول، وبيلاقوا الدائري قاطع الطريق. فبيقول ماكس احنا في سنة 6 مش 5، يلا بينا بقى نعدي الطريق. وبيعدوا الطريق على طريقة اللي يتخبط مرة يطلع بره. وبيدخلوا محل في المول وبيقولوا للبياع احنا اتصلنا حجزنا الطيارة، هي فين يا طنط؟ قالت لهم البنتين اللي تبعكم اخدوها وسابوا لكم الكارت ده. وبيروحوا يقابلوا البنات، ولوكاس بيطلع غاندي اللي جواه وبيقول لهم ايا كانت مشاكلكم مش هتتحل بالمخدرات، المخدرات بتدي شعور مزيف بالسعادة. والبنت بتقول له ولا لم نصايحك دي وحطها في درجك. وماكس بيقول لها طب احنا هنجيب لك المخدرات وانت تدينا الطيارة. وسير بيقول له مخدرات ايه يا معتوه، انت تنحبس في البيت ارحم. وبيرفض ماكس وبيقول للبنات يلا بينا. وبتوصلهم البنت البيت بنجي صاحبها القديم بتاع المخدرات، وبتقول لهم محدش يجيب سيرتي. وبيدخلوا البيت وبيطلبوا حبايتين مخدرات، وبيضحك بنجي وبيمسك المخدرات في ايده وبيقول لهم قولوا لي مين اللي بعتكم. وبيقولوا له هانا. وبيقول بنجي روح قول لهانا وحياة خالي حسن ما هشام ما ريحته غير لما تبوس القدم وتبدي الندم على غلطتها في حق الغنم. وبيطردهم. وبيروح ماكس مطلع مسدس ومهدده، وبتخرج منه كرة بالغلط وبتيجي في وش بنجي، وسور بيدعمه والولاد بيأدوا أداء رائع في المعركة. وبينزلوا جري على العربية، والبنات بتاخد المخدرات وهم بياخدوا الطيارة، ويا دار ما دخلك شر. وماكس مبسوط انه رجع الطيارة، وسور بيقول انا واخد بنية في وشي، ولوكاس بيقول انا اشتريت مخدرات. وبيزعلوا قوي على حالهم. وماكس بيجيله تليفون من باباه وبيقول له كلها ربعايه وابقى في البيت، والولاد لسه قدامهم حوالي 2 ميل على ما يوصلوا البيت. فبيقول لوكاس الطيارة هي اللي لازم تكون في البيت قبل ربع ساعة مش انت. وبيشغلوا الطيارة وبيدخلوها من المدخنة وبيجي عليها تراب، وبيقول ماكس انا هستخدم احساسي. وبالفعل بيدشمل البيت كله لكن بيحط الطيارة مكانها. بابا بيكلمه تاني وبيقول له انت مش محل ثقة، انت متعاقب ومحبوس في البيت. ولوكاس بيقول له يا سيدي دي مش اخر حفلة. وماكس بيقول لهم يا جماعة انا هرموناتي طافحة عليا ومش قادر. وبيقول لهم انا حتى مش عارف احنا اصحاب ليه. وكل واحد بياخد طريق. وبنشوف ماكس في البيت وبابا بيقول له كل اللي بتحبه ملغي لحد الشتاء الجاي. ولوكاس بيحكي اللي حصل لعيلته بكل صراحة. الواد ما شاء الله كتاب مفتوح لا ومنطلق في الكلام. بابا قال له برافو يا حبيبي خيالك رائع بس ما تكدبش تاني. ومامته بتقول بص انت زعلان علشان انا وابوك هنتطلق وانت واصحابك هتنفصلوا، بس الحكمة اللي عايز اقولها لك يا ابني عاشر مهما تعاشر مسيرك مفارق. وبيروح لوكاس لماكس بيقول له يلا يا اسطى عشان تروح الحفلة، ما هي كده كده خربانة، يعني هم هيعملوا ايه؟ هيضاعفوا العقاب؟ وبيروحوا الحفلة وبتاخد تايلور ماكس لبريكسلي وبتخليهم يتعرفوا على بعض، وبيديها عقد كده لا مؤاخذة علشان اللي كان بيعمله لسه مخلص. روح يا شيخ الله يكسفك. وبيروح سور للواد الرخم والواد بيقول له مال وشك يا بزازة؟ قال له مفيش، عركة مع تاجر مخدرات وعلمت عليه واخدت منه ازازة البيرة دي وجاي اضرب الرقم القياسي بتاعكم. وفعلا بيشرب 4 مرات والناس بتهتف باسمه. وبيجي وقت البوس وبتلف بريكسلي الازازة وبتيجي على سور، وسور بيرفض يبوسها وإدكوس بيرخم عليه تاني. وسور بيمشي وماكس بيروح وراه وبيعتذرله، وماكس بيقول له يلا بينا من هنا. وسور بيقول له لا انت عايز تبقى مع بريكسلي واحنا مش لازم نعمل كل حاجة مع بعض، كل واحد مننا له طريق. وبيبص ماكس لبريكسلي بنظرة حمدي الوزير وبيروح مقبل عليها. وسور بيطلع للوكاس وبيقول له انا ماشي، وبيقول له لوكاس تيجي تلعب معايا؟ قال له لا. قال له امال هلعب مع مين؟ وبنبص لقينا البنتين بتوع الصبح داخلين عليهم وبيطلع بموتة اخو واحدة منهم. وبنشوف ماكس بيكمل فترة عقابه في اوضته وبيلعب رياضة. وسور راح مسابقة الغنى، ولوكاس بقى من ضمن الفريق اللي بيحمي ضد التنمر. وماكس بينفصل عن بريكسلي وبيصاحب تايلور وبتسيبه تايلور كمان وهو بيبكي على الأطلال.
وثور بيتألق في الغنى، وبيجتمع الثلاث صحاب وبيسأل ماكس الدنيا ماشية ازاي. قال لهم العلاقات دايما بتحتاج جهد علشان تستمر، وكل واحد منهم بيندهله صحابه، لكن بيحضنوا بعض بقوة، وبيتفقوا ان مهما فرقتهم اهتماماتهم او الحياة هيفضلوا يتجمعوا في الأحداث المهمة لكل واحد فيهم. وثور بيقول لهم تعالوا بسرعة في أوضتي بعد 3 دقايق، وبيوريهم المرجحة الجديدة، وبيقولوا له انت باباك ومامتك عندهم دايما أحلى ألعاب، وانا بقول لهم ربنا يعطيكم العافية وهاف فن.